المغرب وإسبانيا. من سيحسم سباق نهائي كأس العالم 2030 في الذكرى المئوية للمونديال؟ المغرب وإسبانيا، سباق النهائي التاريخي لكأس العالم 2030. مع اقتراب كأس العالم 2030 يشتد التنافس بين المغرب وإسبانيا على شرف احتضان المباراة النهائية التي ستصادف الذكرى المئوية لأول نسخة من البطولة عام 1930، ما يجعل هذا النهائي استثنائياً على المستوى الرمزي والتاريخي. مدريد تسخر كل الإمكانات للفوز بالنهائي. تعمل إسبانيا على تعبئة كل مواردها السياسية والرياضية لضمان اختيار ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد لاستضافة النهائي. ورغم التأكيدات الإعلامية الإسبانية بأن العاصمة الإسبانية ستحظى بالنهائي، إلا أن الحقيقة داخل ملف التنظيم المشترك ما تزال مفتوحة، والكلمة الأخيرة تبقى للفيفا. انسحاب المدن الإسبانية يعقد الملف. شهدت إسبانيا مؤخراً انسحاب عدة مدن من سباق استضافة مباريات كأس العالم. أكورونيا فضلت التركيز على مشروع إصلاح شامل لملعب ريازور ستاديوم. مالاغا أعلنت في يوليوز 2025 انسحابها بسبب ارتفاع تكاليف تحديث ملعب لا روزاليدا ومتطلبات تطوير البنية التحتية. هذه الانسحابات تكشف حجم التحديات المالية والتنظيمية التي تواجهها المدن الإسبانية، وتزيد من صعوبة احتضان مدريد للنهائي التاريخي. المغرب وملعب الحسن الثاني مرشح قوي للمباراة النهائية. على الجانب المغربي يبرز ملعب الحسن الثاني قرب الدار البيضاء كمرشح رئيسي لاستضافة النهائي. يتميز المشروع بكونه أكبر ملعب لكرة القدم في العالم، بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 115 ألف متفرج، ما يمنح النهائي طابعاً استثنائياً ورمزياً يليق بمرور 100 عام على انطلاق كأس العالم. النهائي بين التاريخ والرمزية. بين محاولات إسبانيا الحثيثة ومرونة المغرب في تقديم ملعب عالمي المستوى، يبقى السباق محتمداً، مع توقع أن يضفي ملعب الحسن الثاني بعداً تاريخياً غير مسبوق على الاحتفالات بالذكرى المئوية لكأس العالم، ويعزز مكانة المغرب على الخريطة الكروية العالمية.